شهادات ال39% رسميا بالبنوك على عائد بعد اجتماع البنك المركزي الأخير الأعلى من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر. تعال نشوف كل التفاصيل، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فكل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار. ما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك يتعمل فائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. زي ما وعدناكم هنجيب كل يوم أعلى الشهادات وأفضل العوائد، خصوصا بعد قرار البنك المركزي الأخير، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إبقاء على أسعار الفايدة دون تغيير خلال الاجتماعات الأخيرة في عام 2023، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.4% و20.4% و19.75% على الترتيب. كما تم إبقاء سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، وكان ده الاجتماع الثامن والأخير لاجتماع البنك المركزي لعام 2023. لذلك الجميع بيبحث عن أفضل عائد يمكن الربط عليه. يوجد معنا اليوم شهادة لها مميزاتها وزي كل الشهادات أيضا لها عيوب. الشهادة اللي معانا دي شهادة وهي ب39% فائدة. الشهادة بتصدر لمدة 3 سنوات وهي تصدر بالجنيه المصري. الحد الأدنى لربط هذه الشهادة وهو 50,000 جنيه، وده بيكون في المرة الأولى فقط، ويمكنك زيادتها ومضاعفتها ب5000 جنيه دون حد أقصى. سعر العائد بيكون 39% من قيمة الشهادة بعائد تراكمي بيصرف عند ربط الشهادة. يجوز استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور بغرامة 7%، وبعد العامين بتكون غرامة 6%، وبعد في العام الثالث بيكون الغرامة 5%. يمكنك أيضا الاقتراض بضمان الشهادة، ده بيكون في حدود 50% من قيمتها الاسمية. انتظر معانا الشهادة القادمة. كل اللي عليك ان انت هتشارك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس ولايك الفيديو عشان يظهرلك الفيديو القادم وشهادة جديدة، ويكون فيديو هام جدا، فما تنساش الاشتراك.